عسلامة، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم تشوفوا في الفيديو. مرحبا بكم الناس الكل على قناتي تونيزيان ام بلجيك. اليوم ان شاء الله كيف العادة وان شاء الله لا يقطع لنا عادة، رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم ان شاء الله باش تكون شوربة عدس، شوربة بنينة برشا وسهلة تنفع فيها البرد. الفيديو اللي فات عملت معاكم شوربة لسان عصفور، والفيديو هذا باش نعملوا بعضنا شوربة عدس. المهم لهنا حضرت المكونات نتاعي الكل كما تشوفوا فيهم. خديت سفناري، خديت كلافز، خديت طريفات صدر دجاج، خديت صحفة متوسطة عدس احمر. تنجموا راهو زاده تعملوا العدس الاصفر، انا الحقيقه هذاك هو اللي متوفر عندي في الدار. خديت لفاحات اللي هما ملح، فلفل زينه، فلفل اكحل، كركم، ومغرفة صغيرة تبلو كروية. خديت الطنجرة اللي باش نطيب فيها، حطيتها على الغاز، حطيت شوية زيت زيتونة، وحطيت البصل، وباش نقلي بشويه بشويه على نار مش قويه برشا. الشوربه هذه راهي تعجبني برشا، والحاجه اللي فيها باهيه ان الصغار زاده يحبوها، خاصه فيها البرد. ماذا بينا على حويجه تبدا هكا تدفي، جاريه وتدفي، والكلها منفعة وبنة للكبار والصغار. الحقيقة من الحاجات الجارية اللي تعجبني على الاخر وتعجب الصغار. وتوا باش نضيف اسفناريا، باش نضيف الكلافس. تنجموا راهو تضيفوا اي خضره تبدا متوفره عندكم في الدار، انا هذاك هو المتوفر عندي عملت به اليوم. باش نعملها زاده بالدجاج. تنجموا تعملوها من غير اللحم. انا الحقيقه عودت الصغار ديما نعملها بالدجاج، هذاك علاش تعجبهم، هذاك علاش عملت ريفات صدار دجاج. واليوم ان شاء الله باش نعملها زاده العدس الاحمر، هذاك هو المتوفر عندي في الدار بالطبيعه. غسلته وشللته مليح مليح. تنجموا تعملوها زاده بالعدس الاصفر. تو باش نضيف لفاحات اللي هم ملح، كركم، مغرفه صغيره تبل وكرويه، فلفل زينه، فلفل اكحل. وباش نحرك المكونات الكلها مع بعضهم. وباش نضيف شطر مغرفة كبيرة طماطم معجونة. تنجموا راهو اللي عندها طماطم كعب يضيف طماطم كعب يكون خير. وباش نحاول نقليهم الكل مع بعض. وتوا باش نمرقها بالماء سخون، ماذا بيكم ديما تمرقوها بالماء سخون يغلي. تعطوها قيمتها من الماء وتحركوها وتغطيوها وتخلوها تطيب على راحتها. وهذه شربتنا حضرت ما شاء الله بعد ما غطيتها وخليتها تبت على راحتها. بطبيعتها هك الخضرة والدجاج والعدس ما فيهمش روح في ساعة ما يحضروا. خذيت البرامكسير وباش نرحيها كما تشوفوا في الفيديو لازمنا نرحيوها مليح مليح. وبعد ما نكملوا نرحيوها نحولها الكسكوس هذيك لازمنا نحيوها الكل. بعد ما نحيوها نرجعوها على الغاز تاخو غلوة. بالنسبة لي انا لهنا كما لاحظت ورحيت كل شيء مع بعضه. انتم كي تعملوها بالدجاج تنجموا تخرجوا الدجاج تحطوه على جنب وترحيوا الشوربه نتاعكم، ومن بعد تقصوه طريفه صغار وتعاودوا ترميوه. انا لهنا راني نعملها بالطريقه هذه، واكيد كل مرة عندها طريقتها الخاصة. كيما تراو لهنا شربتنا حضرت ما شاء الله ريحتها ملي الكوزينة، نودكم ولا نشهيكم بالحق جربوها وما تندموش. راهي شوربة بنينة على الاخر تدفي فيها البرد، والكلها بنة ومنفعة للكبار وللصغار. نودكم ولا نشهيكم. وهذه وصفتنا متاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تجربوها، وان شاء الله تخلوا لي رايكم في التعليق. تابعوني على الانستغرام تاعي تونيزيان ومن بلجيك، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد في وصفة جديدة. ولكم باي باي وبسلامة.